عبد المجيد النوامي، رئيس جمعية ديامو للإبداع الفني والثقافي. المقهى الأدبي بحي سيدي البرنوصي، واللي كتعتبر أول مقهى أدبي ثقافي بحي سيدي البرنوصي، اللي كنتمناو أنه يرقى التطلعات والحاجيات ديال الساكنة ديال حي سيدي البرنوصي. الفكرة ديال المقهى الأدبي، ولا كيفاش جات الفكرة ديال المقهى الأدبي، ان جينا باش نبدلوا ديك النمطيه ونبدلوا الافكار اللي موخود على الاغلب ديال المقاهي، لانه تضييع الوقت و يعني جلوس لا طائل منه. جينا باش نعطيو واحد روح جديده للحي ديالنا اللي كيواكب واحد التغيرات، تغيرات كبيره وتغيرات اللي مهمه على صعيد التنميه المحليه والتنميه ديال الاشخاص. المهرجان هذا اول مهرجان ثقافي للمقهى الادبي ديامو بحي سيدي البرنوصي. هي التجربه الاولى ديالنا بدعم من مجلس مقاطعه سيدي البرنوصي، وهذا هو النسخه الاولى. يعني ان شاء الله غادي تكون نسخه ثانيه ونسخه ثالثه، ونتمناو الاستمراريه لهذا المهرجان هذا بالدعم ديال المصالح ديال الوطنيه ديالنا، ولا بدعم الجمعيات المحليه، ولا حتى من الساكنه ديال سيدي البرنوصي. قصيدة سمحت لها بالكلام وهام كي الرويس، معاني العرام وطاح السوم كالعرود كعيال الصلاة كي بوبريس جوج. الشراكة ديالي في هذا اللقاء تأتي في إطار توقيع ديوان تروبادور وآخر إصداراتي الشعرية الزجلية. أقول في بديع الأمر طوبى للزور يعاندون بغية التأسيس والفعل، وما أحوجنا إلى مثل هكذا لقاءات لتنعش المسار الثقافي بسيدي البرنوصي. وهذا كان أول مهرجان ثقافي، نتمناو الاستمرارية، نتمناو من واحد نوصلوا شي 100 إن شاء الله. هي أي حاجة تنعش الحقل الثقافي من هذا الركود اللي حاصل فيه الآن، أنا أعتقد أنها تحسب لهم، أنه شيء جميل أننا نحاول ما أمكن نضع ولو حجر في البلاك الآسنة. أعتقد أنها تجربة تستحق الانتباه، وأنه سيكون لها مستقبل إن شاء الله. هي بادرة طيبة تقوم بها مقهى ديامو الأدبي، على أنها دأبت على مر واحد 3 ديال السنوات أنها ساهم في تنشيط الفعل الثقافي بحي سيدي البرنوصي، اللي كيشهدوا الفاعلين ومثقفين على أنه حي أعطى ولا زال يعطي. ولي الشرف اليوم أنني نحضر في تنشيط هذه الأمسية اللي كنعتبروها بمثابة عرس، لما لا، ونحن نحتفي بقامة وقيمة. إنه الزجال والشاعر ورفيق العمر ورفيق الفعل المسرحي سيدي محمد عزيز بن سعد، من خلال توقيع الديوان الأخير ديالو، ونسعى من خلال هذا الفعل الثقافي على أننا نقول أننا ما زلنا حاضرين هنا بحي البرنوصي من خلال أنشطة متنوعة. نسعى إن شاء الله على أن القائمين على الشأن الثقافي يلتفتوا لمثل هذه المبادرات. اللي ما شفتوني راح وعلي
بكم في المقهى الأدبي والثقافي ديامو بالسيد البرنوصي، وهو من أول المقاهي الأدبية القانونية اللي كان الهدف من الإنشاء ديالها هو إحياء الشأن الثقافي بشراكة مع جميع المتدخلين، سواء مصالح قطاعية ومصالح جماعية ولا الإدارة الترابية ديال عمالة مقاطعة السيد البرنوصي. اليوم غير باش نوضعوا السياق، المهرجان ديال المقاهي الأدبية والثقافية في البرنوصي هذه النسخة الأولى إن شاء الله، وحاولنا أننا نديروا فيها شي وجه من وجوه المنطقة اللي عنده واحد الإرث حضاري وثقافي كبير واللي ألف دواوين كثيرة، وبغينا اليوم يوقع إن شاء الله الديوان ديالو التروبادور هنايا في المقهى. وهذه العملية تمت اليوم إن شاء الله بالحضور ديال مجموعة من الفنانين على صعيد الجهة وعلى المستوى الوطني، مجموعة من الموسيقيين، مجموعة من الرواد ديال الفن والكلمة. وتم هذا المشروع في إطار الشراكة بطبيعة الحال مع مقاطعة السيد البرنوصي ومجلس مدينة الدار البيضاء والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة مقاطعة السيد البرنوصي، وبدعم أيضا من الإدارة الترابية ديال عمالة مقاطعة السيد البرنوصي، وبحضور السلطة المحلية، السلطات الأمنية، المهم الجميع الساهر. وكذلك لا أخفي عليك الدعم ديال المجتمع المدني لنا، اللي صراحة عندنا مجتمع مدني عنده أفكار راقية، يحاول أن يرقى بالمنطقة، يجعل منا منطقة إن شاء الله في المستوى الذي تليق به على جميع الأصعدة، من أهمها الشأن الثقافي والشأن الفني. هذه أهم البنود اللي ارتكزنا عليها في الصياغة ديال هذا البرنامج إن شاء الله.